أيها الإخوان، أيها الأتقياء، أيها المؤمنون بعامة، أيها الحريص على نفسه، إياك والمعصية بجميع أنواعها. وإذا غلبت على نفسك وأصابك ما أصاب البشر فاجعل نفسك سريعا تائبا، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أكثر من الصالحات واستعجل في التوبة والإنابة والاستغفار. لا تحسنن المعصية في نفسك، تنظر ثم تنظر وتنظر وتنظر إلى أن يفسد القلب، تسمع ثم تسمع وتسمع وتسمع إلى أن يفسد القلب، تتكلم بالغيبة والنميمة ثم تتكلم وتتكلم إلى أن يفسد القلب. فإن العبد له مع المعصية أحوال يستسهل بها بداية ثم يقع في آخر أمرها. ولهذا نهي عن النظر مثلا. لما؟ لأن النظر وسيلة لمواقعة الكبيرة التي هي الزنا، لأن هذا وهذا يليه هذا يلي هذا إلى أن يقع في الكبيرة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية، يعني أن الثانية عليك ليست لك. فكيف بمن يقيم على نظر ونظر ونظر ولا يخشى تقلب القلب؟ إذا ابتليت فأكثر من الاستغفار، أكثر من الإنابة، اطلب ربك صلاح القلب وصلاح الجوارح، فإن في ذلك الخير لك في العاجل والآجل. كذلك المعاصي من أعظم آثارها أن تسلب عن العبد معية الله جل وعلا الخاصة. الله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذي يقيم على المعصية ليس من المتقين. الذي يعصي ويصر عليها ويقيم عليها ليس من المتقين، ما خاف الله جل وعلا واتقى عذابه وأليم عقابه واتقى غضبه جل وعلا. لهذا من يقيم على المعصية يحرم نفسه أعظم ما يلجأ إليه العبد، وهو معية الله جل وعلا. ومعية الله الخاصة لعباده المتقين ما معناها؟ معناها معية التوفيق، أن لا تترك لنفسك، معناها معية النصر، معناها معية التأييد، معناها معية الإحسان للعبد، وكل مقتضيات العناية بالعبد والإحسان إليه. الجزاء من جنس العمل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لهذا إياك والمعصية، فإن المعصية كما قال أبو الدرداء سبب لغضب الله جل وعلا وسبب لبغض الله جل وعلا ومقته. وإذا أبغض الله جل وعلا العبد يبغضه إلى عباده.